السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مان تو مان 1907. حلقة النهاردة هتنقسم معانا لجزئين. الجزء الأول هيكون عبارة عن القرعة اللي تم فيها اختيار طبعا مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوديفوار 2023، والجزء الثاني طبعا عن قائمة منتخبي مصر والجزائر للمباراة الودية المرتقبة. مش هنطول عليكم، يلا بينا. بعد إجراء القرعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، القرعة أسفرت عن مجموعات نارية. في الفيديو التالي هنستعرض معاكم الفرق الموجودة بكل مجموعة. المجموعة الأولى هيكون فيها طبعا الفريق البلد المستضيفة وهو منتخب كوديفوار، منتخب ساحل العاج. هيكون معاه في المجموعة منتخب نيجيريا، بالإضافة كمان إلى منتخبي غينيا الاستوائية وغينيا بيساو. والمجموعة التانية معانا منتخب مصر ومنتخب غانا ومنتخب كاب فيردي ومنتخب موزمبيق. والمجموعة الثالثة هيكون فيها منتخب أسود التيرانجا في منتخب السنغال، وكمان هيكون متواجد الأسود الكاميرونية، وما هيكون معاهم منتخب غينيا ومنتخب جامبيا. المجموعة الرابعة مجموعة نارية، هيكون فيها المنتخب الجزائري العربي القوي ومنتخب بوركينا فاسو القوي أيضا ومنتخب موريتانيا ومنتخب أنجولا. المجموعة الخامسة واللي بتضم الآتي: نسور قرطاج منتخب تونس، معهم المنتخب طبعا النسور الخضراء منتخب مالي، وأيضا منتخب البافانا منتخب جنوب إفريقيا، وأيضا منتخب ناميبيا. ومعانا المجموعة السادسة فيها فرق نارية ومنتخبات نارية، على رأسهم المنتخب العربي المغربي واللي شرفنا في كأس العالم، وتاني منتخب معانا الكونغو الديمقراطية ومنتخب زامبيا ومنتخب تنزانيا. ونظام البطولة هيكون كالآتي: البطولة مقسمة إلى 6 مجموعات، ال6 مجموعات هيصعد منهم أول وتاني كل مجموعة، فطبعا هيكون مجموع الفرق 12 فريق، فهيتم صعود أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث علشان يكتمل العدد إلى 16 فريق، وبالتالي إقامة الأدوار الإقصائية من بداية من الدور ثمن النهائي أو دور ال16، ومن ثم طبعا باقي الأدوار الإقصائية كعادة البطولات المجمعة. ومعانا في الجزء الثاني من حلقة النهاردة القائمة الكاملة لمنتخبي مصر والجزائر. منتخبي مصر والجزائر طبعا من أقوى الفرق المصنفة على المستوى القاري وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتخبات أصحاب المستوى الأول طبعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة. وفي إطار طبعا الاستعداد للبطولة، الفريقين هيتواجهوا في مباراة مرتقبة طبعا بالنسبة للجماهير، كونها ديربي من الدربيات العربية، واللي هتكون مقامة إن شاء الله في الإمارات. وقائمة منتخب مصر ضمت 25 لاعب هيذكرهم لنا طبعا صديقي أحمد. معانا في حراسة المرمى الحارس الأهلي المخضرم الدولي محمد الشناوي، والحارس الثاني محمد أبو جبل، والحارس الثالث هيكون محمد صبحي. معانا في خط الدفاع نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، ونجوم بيراميدز علي جبر واحمد سامي، وهيكون باكات شمال محمد حمدي واحمد فتوح. ناحيه اليمين هيكون موجود معانا محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد. ومعانا في خط الوسط متواجد محمد النني نجم نادي الارسنال الانجليزي، وطارق حامد نجم نادي دمشق السعودي، ومعانا مروان عطيه نجم النادي الاهلي، ومعانا كمان حسين الشحات وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحي واحمد سيد زيزو. وكمان متواجد معانا محمود حماده في خط الوسط. ومعانا في خط الهجوم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه نجم نادي ترابزونسبور التركي. ومعانا كمان مصطفى محمد نجم نادي نانت الفرنسي واللي مقدم اداء فوق الرائع.
ومعانا كمان عمر مرموش اللي مقدم اداء رائع في الدوري الالماني في نادي فرانكفورت. ومعانا كمان نجم النادي المصري مروان حمدي. وقائمة المنتخب الجزائري واللي شهدت عدة تغيرات طبعا من المدير الفني جمال بالماضي، واللي ما ضمش أي لاعب من الدوري المحلي سوى لاعب واحد فقط، والباقي كله محترفين. وهنبدأ في البداية بحراسة المرمى، واللي استقر فيها على 3 حراس، بداية من اللاعب أنتوني ماندريا حارس نادي كان الفرنسي، بالإضافة إلى الحارس مصطفى زغبة حارس نادي ضمك السعودي، واللاعب المحلي الوحيد هو اللاعب أسامة بن بوت حارس نادي اتحاد العاصمة الجزائري. وقعت اختيارات المدير الفني جمال بالماضي على لاعبين محترفين في الخط الخلفي لمنتخب الجزائر، بداية من اللاعب طبعا هيثم لوصيف لاعب نادي ايفرتون السويسري، بالإضافة إلى اللاعب رامي بن سبعيني لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني، وأيضا اللاعب محمد الأمين توجاي لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، بالإضافة إلى اللاعب أحمد توبة لاعب نادي ليتشي الإيطالي، وأيضا اللاعب عيسى ماندي لاعب نادي فياريال الإسباني، واللاعب كيفن جيتون لاعب نادي ميدز الفرنسي، واللاعب طبعا ريان آية نوري نجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بالإضافة إلى لاعبنا العربي اللي طبعا بيستحق كل الدعم في أزمته الأخيرة مع إدارة نادي نيس اللاعب يوسف عطال. وفي خط الوسط يعتمد المدير الفني جمال بالماضي على عدد من اللاعبين محترفين أيضا، والبداية طبعا مع اللاعب فارس الشايبي لاعب نادي انتراخت فرانكفورت الألماني، بالإضافة إلى اللاعب عبد القهار القدري لاعب نادي كورتريك البلجيكي، واللاعب هشام بوداوي لاعب نادي نيس الفرنسي، وأيضا اللاعب رامز زروقي لاعب نادي فينورد روتردام الهولندي، واللاعب آدم زرقان لاعب نادي شارلروا البلجيكي، بالإضافة إلى اللاعب حسام عوار نجم نادي روما الإيطالي، وأيضا اللاعب سفيان فيجولي المخضرم لاعب نادي فاتح كراجمروك التركي. وفي خط الهجوم هيكون موجود عدد من النجوم. في البداية طبعا النجم الأول لمنتخب الجزائر النجم رياض محرز لاعب نادي أهلي جدة السعودي، وأيضا متواجد نجم نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي اللاعب سعيد بن رحمة، وأيضا اللاعب أمين جويري نجم نادي رين الفرنسي، بالإضافة طبعا إلى اللاعب محمد بشير بلومي لاعب نادي فارنزي البرتغالي، واللاعب بدر الدين بوعناني لاعب نادي نيس الفرنسي، وأيضا اللاعب محمد الأمين عمورة لاعب نادي لوجانو السويسري، وأيضا اللاعب إسلام سليماني لاعب نادي كورتيبا البرازيلي. وطبعا كانت المفاجأة في قائمة منتخب الجزائر هي استبعاد النجم الجزائري طبعا بغداد بونجاح من قائمة المنتخب، طبعا كونه يعني من ضمن هدافين المنتخب، واللاعب طبعا صاحب البصمة الأبرز في آخر بطولة قارية فاز بها المنتخب الجزائري في بطولة طبعا كأس الأمم الأفريقية 2019 واللي كانت مقامة في مصر. يعني نقدر نقول ان دي كانت كل حاجة معانا النهاردة، لكن قبل ما نختم طبعا حابين اننا نوجه رسالة كأصوات قد نكون مؤثرين بعض الشيء في آراء المشاهدين، لكن حابين انه نوجه رسالة دعم ورسالة طبعا حب واخوة ودعوة طبعا لاهالينا
اللي بيتضرروا في الوقت الحالي من العدوان من الكيان الغاصب المحتل. كل الدعم لأهالينا وإخواتنا في قطاع غزة وفي فلسطين الأبية. عاشت الأمة العربية، وشكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.